اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامجكم حدث في مصر، واللي هنكون فيها النهارده من داخل منطقه شقة تعبان، احدى قلاع تصنيع الرخام داخل جمهوريه مصر العربيه. هنشوف تطوير هذه المنطقه، ايه اللي بيتم فيها من خدمات، وكمان ازاي بيكون حجم الاستثمار في عمليه تصنيع الرخام، وكمان العماله اللي موجوده. كل ده واكتر هنعيشه النهارده من خلال حلقتنا. خليكم معانا وحدث في مصر. في إطار الحديث عن حجم الاستثمار في صناعة من أهم الصناعات داخل جمهورية مصر العربية، وهي صناعة تصنيع الرخام، هيكون لنا لقاء الآن من داخل أحد مصانع تصنيع الرخام في منطقة شقة تعبان، المنطقة الرابعة عالميا في هذه الصناعة. هنتعرف دلوقتي على العضو المنتدب لهذا المصنع الأستاذ إيهاب عوض. أهلا بك فندم. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. بداية أستاذ إيهاب، يعني زي ما ذكرت في تقديمة حضرتك كده، صناعة من الصناعات الهامة جدا داخل جمهورية مصر العربية وهي تصنيع الرخام. عاوزين نتعرف على هذه الصناعة، وليه على وجه الخصوص منطقة شقة تعبان هي اللي اشتهرت بهذه الصناعة. هي منطقة شقة تعبان في أصلها هي ابتدت صناعة الرخام فيها كانت على حجم صغير لغاية سنة 90. تمام. بعد 90 ابتدت المنطقة تكبر، وطبعا المحافظة ابتدت تكبر حجم شقة تعبان وتبتدي في التقنين، فابتدوا في تقنين مصانع، عدد مصانع أكبر. ما بعد 2000 عدد المصانع بقى كبير جدا، وبقت تعتبر المنطقة الرابعة على مستوى العالم في صناعة الرخام. جميل. حجم التجارة اللي موجودة هنا في المكان حجمها قد ايه؟ وقد ايه يعني مدى الارتقاء بهذه التجارة كمان في الوقت الحالي؟ هي الصناعة بتاعتنا هي مصنعنا احنا معتمد على التصدير شكلا وموضوعا. احنا بنصدر تقريبا ل 27 دولة على مستوى العالم، من ضمنها امريكا اللاتينية، دول مجلس التعاون الخليجي، اسيا، الفار ايست، اوروبا، جنوب افريقيا كلها احنا تقريبا بنصدر لها. الصناعة واعدة، واحنا املين خير في التصدير، كل سنة اكبر من الثانية. احنا على مستوى مصر كلها وعلى مستوى المصنع بتاعنا كل سنة حجمه التصديري بيزيد عن السنة اللي قبليها، وبالاخص بعد قرار تعويم الدولار بقت لينا فرصة تصديرية اعلى، والمنافسة على الاسواق العالمية بقت اكبر. تمام. لو اتكلمنا عن القدرة التنافسية زي ما حضرتك ذكرت كده، شايف ازاي القدرة التنافسية، وخاصة ان هناك يعني احنا بنقول ان احنا تقريبا رابع او خامس دولة في الجرانيت، في تصنيع الجرانيت بالنسبة للعالم. شايف ازاي القدرة التنافسية، وايه هي الدول اللي ممكن تكون بتنافسنا، وكيفية مقدرتنا على ان احنا نرتقي لدرجات اعلى في هذه الصناعة؟ واحنا كصناعة احنا ما عندناش حاجة تختلف عن صناعة الرخام على مستوى العالم كله. كل المكن بتاعنا هو نفس المكن اللي في اسبانيا، اللي في ايطاليا، بنفس التكنولوجي. تمام. تكنولوجيا صناعة الرخام اتطورت في ال10 سنين الاخرانية دي، اتطورت لصالح الصناعة. بقت المنافسة التصديرية بقت اقوى لينا احنا مع المنافسين. كان المنافسين بتوعنا زمان التراكوة، الطلاينة، الاسبان، الهنود. النهارده بعد تعويم الدولار احنا بقى عندنا فرصة اكبر ان احنا اسعارنا بالدولار ابتدت تهبط. تمام. عشان الدولار القيمة الريت بتاعه علي بعد تعويمه، فبقت عندنا اذا السعر ممكن يبقى اقل عن الاول. تمام. اقل بنسبة تقريبا من 30 ل 40%. فبقت حجم التجارة زاد، حجم الاستثمار التصدير زاد.
لو اتكلمنا يمكن في توجه دلوقتي للاهتمام بهذه المنطقة على وجه الخصوص، خاصة ان هي منطقة حجم الاستثمارات فيها عالية جدا في صناعة الرخام. شايف ازاي اللي بيحصل في هذه المنطقة من اهتمام بيها، سواء على مستوى الخدمات او الخدمات المقدمة للمصانع هنا والخدمات المقدمة للازدهار في هذه الصناعة، ايه اللي بيتم في هذا الشأن؟ وشايف التوجه ده من قبل الدولة ازاي؟ هي الدولة بقى لها أكتر من سنة وشوية أنا حاسس بتوجيهات من الدولة، وسيادة المحافظ طبعا كان في زيارة لمنطقة شقة تعبان من حوالي 10 أيام، وأنا شايف إن عندنا مشاكل موجودة في شقة تعبان كمنطقة. تمام. بس الدولة تبتدي في حل كل المشاكل دي، واحنا بنعمل خير ان شاء الله ان على اخر 2018 تبقى كل المشاكل اتحلت. ده على وعد من المسؤولين في الدولة. شرفنا دلوقتي وكاميرا البرنامج الاستاذ اشرف عوض، رئيس مجلس اداره احد المصانع في تصنيع الرخام. اهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتونا. يعني منطقه شق التعبان معروفه بصناعه الرخام والعمليه التصنيعيه الكبيره دي وحجم الاستثمارات الكبيره اللي موجوده في هذه المنطقه. عاوزين نتعرف على المعايير اللي خلت هذه المنطقه تبقى منطقه صناعيه كبيره في صناعه الرخام، والمعايير كمان اللي من خلالها تقدر تعمل مصنع بحجم تجاره كبيره كبيره زي صناعه الرخام. اهلا وسهلا بيكم. حقيقه الامر ان الاستثمار في صناعه الرخام هي صناعه واعده جدا في مصر، واحنا النهارده نعتبر كنا من المرحله العاشره في صناعه الرخام. النهارده ابتدينا الحمد لله نوصل نبقى خامس دوله على مستوى العالم في انتاج الرخام والجرانيت المصري. الحمد لله بردك منتجاتنا ابتدت تغزو اسواق كتيره جدا في العالم كله. بنحاول جاهدين طبقا للسياسه الحكيمه من القياده السياسيه الحقيقه في قصه تعويم الجنيه المصري. دي ساعدتنا كتير في فتح اسواق جديده زي اسواق افريقيا وزي اسواق اوروبا اللي احنا اسواق كنا محرومين منها فتره طويله. الحمد لله بردك نظرة القيادة السياسية لمنطقة شق التعبان انها منطقة استثمارية واعدة جدا ينفع نطلع منها كميات رخام مهولة، نتيجة ان عدد كمية مصانع يعني يعتبر من اكبر المناطق الصناعية على مستوى الشرق الاوسط. عندنا ميزة تانية ان النهاردة تشريف سيادة المحافظ لينا والقيادة السياسية كلها بتدعم الصناعة بمنتهى القوة، بحيث ان احنا نقدر نرتقي بمصر ان احنا نبقى مصدرين من اوائل المصدرين على مستوى العالم. جميل. طيب ايه التحديات اللي بتقابلكم في منطقه شق التعبان للقيام بعملكم على الوجه الامثل؟ كلمني في النقطه ديت، وازاي ممكن نتغلب على هذه التحديات من قبل سواء كانت الدوله الى جانب كمان التضامن وتضافر الجهود مع المستثمرين داخل هذه المنطقه. الحقيقه القياده السياسيه الفتره الاخيره ابتدت تركز جهودها جدا على منطقه شق التعبان، واحنا ابتدينا نحس ان في تطوير بصوره ايجابيه جدا. طبعا احنا كان عندنا شويه مشاكل كان زي اي حاجه في مصر، بس الحمد لله تضافر جهود الدوله مع تضافر جهود بردك المستثمرين هنا، لان المستثمرين هنا شالوا عبء كبير جدا في فترات طويله كانت في مشاكل في مصر، وهم قدروا يتغلبوا على المشاكل دي والصعاب دي وينتجوا في الوقت اللي كان فيه مشاكل في فتره الانفلات الامني حضرتك. بالظبط كده. لكن الحمد لله احنا دلوقتي بقينا من افضل لافضل. قدرنا نفتح اسواق جديده، قدرنا نفتح مجالات جديده للرخام المصري نظرا لجودتنا العاليه ونظرا لاسعارنا اللي هي بقت منافسه جدا لاصعب الاسواق في العالم كله. تمام. على ذكر حضرتك فتره من الزمن كان فيها مشكلات بتقابلكم هنا في منطقه شق التعبان، دلوقتي الحاله الامنيه عامله ازاي وحاله المستثمرين كمان في حاله الاطمئنان للحاله الامنيه عامله ازاي؟ الحاله الامنيه
احنا في الوقت الحالي الحمد لله نعتبر بنسبه 98.5% المنطقه سيف جدا، ده نسبه كبيره، يعني نسبه تقريبا عالميه بالظبط كده. ودي يعني بفضل الناس اللي موجوده في شقه تعبان، وبفضل طبعا الامن اللي في مصر كله. الحمد لله في سيطره على الوضع هنا، والحمد لله يعني احنا من المناطق الواعده ان شاء الله اللي بنتمنى ان الناس كلها تيجي تزورنا وتيجي تزور منطقه شقه تعبان، وتيجي يبقى في ترويج للمنتج المصري. جميل. ازاي انتوا بقى بتقوموا كمستثمرين بفتح استثمارات جديدة في دول تانية سواء كان أوروبية ودول مع منافسين؟ يعني احنا على المستوى الرابع أو الخامس في صناعة الرخام، وفي الجرانيت في المستوى الخامس. عاوز أعرف من حضرتك ازاي بتقدروا تفتحوا في ظل هذه المنافسه الشديده في دول اوروبيه جديده، وفي ظل الظروف اللي احنا ممكن نكون بنعيشها دلوقتي، خاصه على ذكر حضرتك عمليه تعويم الجنيه افادكم بشكل كبير جدا في عمليه التوريد وسهوله التصدير. مظبوط يا فندم. هو الحقيقه ان فتح الاسواق، احنا النهارده بنجيب المترجمين من كل انحاء مصر هنا لكل اللغات تقريبا اللي في العالم كله. احنا بنجيب اللي بيتكلموا روسي، بنجيب اللي بيتكلموا صيني، بنجيب اللي بيتكلموا اسباني، بيتكلموا ايطالي، والحمد لله احنا بنقدر نوصل لكل المنتجين دول والمستهلكين على مستوى اوروبا والعالم كله. جميل. الميكنه هنا على مستوى متميز؟ الحمد لله احنا كل ماكيناتنا في المصنع هنا كلها ايطاليه الصنع، وبنجيب كل التكنولوجيا بتاعتنا في الصناعه من تقطيع لتلميع لتقطيع لكل حاجه ايطاليه الصنع. كان في غزو يعني صيني موجود هنا في هذه المنطقه، يمكن ده ذكر اكتر من مره. عاوزين نعرف من حضرتك الغزو الصيني ده ايه درجه منافسته معاكم، وفي الفتره ديت هل هناك برضو نفس المنافسه بعد ما العمليه بقت احسن بالنسبه للمستثمرين المصريين؟ هو اكيد طبعا المستثمر الصيني من حقه انه يجي يشتغل هنا، بس احنا برضك احنا لازم ندافع عن نفسنا ونشتغل اكتر ونتعلم المهاره اكتر، ونقدر ننافسهم في اي حته، نقدر ننافسهم جوه مصر وننافسهم بره مصر، والحمد لله احنا قادرين على فعل كده. احنا نقدر ان احنا ننافس اي اسواق عالميه، خاصه ان الماده الخام عندنا احنا في بلدنا، الماده الخام، وعندنا العقول البشريه وسواعد الشباب. حقيقه احنا مصر شابه وتقدر تنتج بمنتهى القوه وبمنتهى العظمه، وبرضك ما تنساش ان احنا فراعنه. احنا موجودين في المصنع هنا في منطقه شقه تعبان، مصنع لتصنيع الرخام. قد ايه احساسنا بالفخر الحقيقه من منتجات مصريه ذات جوده عاليه بيتم تصديرها، واحنا شايفين دلوقتي كونتينر يمكن هيصدر دلوقتي لاحد او احدى الدول على مستوى العالم. هنتعرف على المنتج ده رايح فين دلوقتي. معانا المهندس، نتعرف بحضرتك. مينا ايهاب. اهلا وسهلا مينا. في البدايه عايز اعرف من حضرتك يعني شغلتك ايه داخل المصنع؟ تمام، انا مينا ايهاب عوض، انا في بورد اوف دايركتورز، بس البوزيشن هنا بتاعي انا ماسك التصدير في مصنع كيلو. مسؤول التصدير هنا؟ التصدير مسؤول التصدير. وزي ما حضرتك شايف كده دي حاويه رايحه الكويت ان شاء الله، وده نظام الباكجينج بتاعنا. طب استاذ مينا، يعني وانت بتتكلم انت شاب دلوقتي شغال هنا في المصنع ومسؤول في بوزيشن كبير او مركز وظيفي كبير زي مسؤول التصدير، شايف ازاي المهام الوظيفيه بالنسبه لك كشاب موجود هنا، وايه المعايير او المميزات اللي ممكن تكون عندك علشان خاطر تاخد وظيفه بالمستوى ده كشاب لسه في سن صغير، وقد ايه انت بتحلم بقى ان شاء الله في المستقبل القريب ان يبقى عندك مصنع زي دوت وتقدر ان انت تعمل العمليه التصديريه دي وتعمل العمليه الانتاجيه دي بشكل اكبر، وخاصه ان الشباب دلوقتي عندهم طاقات اكبر، فكر اشمل بالنسبه للتكنولوجي الجديده غير السابقين او السلف اللي ممكن احنا نقول ان هم قاسوا كتير قوي على بال ما عملوا الحاجات دي. انت شايف مستقبلك ازاي، وايه الوضع الوظيفي اللي انت فيه ده شايفه ازاي؟ انا شايف مستقبلي ان انا كسكند جنريشن
بالنسبه لي ان انا opportunity عندي عاليه قوي. طبعا الخبرات والفكر والتكنولوجيا كتير. مظبوط كده، باخد اكسبيرينس كمان من خبرات من الناس اللي قبلي. بالنسبه لي دلوقتي الميشن بتاعتي، المهمه بتاعتي اللي انا شايفها كشاب، ان احنا نوسع الماركت بتاعنا، التصدير بتاعنا نوسعه، نوصل بلاد جديده، لان انا شايف ان المنتج المصري والجوده بتاعتنا العاليه بيها نقدر ننافس اي جوده واي خامه في العالم. تمام. الجوده عندنا في مصر هنا جوده عاليه جدا. الماشينري عندنا عالي جدا، فاحنا عندنا الفرصه ان احنا نتوسع في التصدير بره مصر. كمان يا مينا، انت اتكلمت عن الطاقات الانتاجيه، اتكلمت على ان الشاب ممكن يبقى عنده طاقة أقوى كمان من السابقين ليه. شايف ازاي توظيف الطاقة ديت بشكل إيجابي جدا كشباب، واحنا محتاجين دلوقتي وفي توجه عام من الدولة للاهتمام بالشباب، الاهتمام برؤى الشباب. شايف ازاي انت كشاب تقدر توجه كل إمكانياتك لعملية استثمارية كبيرة، وفي نفس الوقت تستوعب كمان عمالة من الشباب بشكل أكبر؟ تمام. أول حاجة الموضوع بيبدأ بالفكر. أنا شايف إن الفكر هو اللي يبدأ. أول ما أنت تبتدي بالفكر الدنيا كلها هتمشي معاك. صحيح. تمام. المجهود بقى البدني، احنا طبعا يعني الحمد لله لسه شباب، فاحنا معلش هنقرص على نفسنا شويه ونشتغل اكتر. تمام. ونشتغل ساعات اكتر من الناس الكبيره، فده يدينا فرصه وده يدينا تشانس اعلى ان احنا نجيب البيربس او الهدف اللي احنا عاوزينه. جميل. في الاخر. وطبعا التكنولوجي مساعدانا جدا، يعني احنا برضو لازم نستغل الفرصه دي. يعني احنا كلنا دلوقتي الجيل بتاعي كله دلوقتي بيعرف يستخدم الانترنت، كله بيعرف يستخدم ايميلز. احنا لازم نوصل ونعرف دلوقتي نوصل للناس بالانترنت بالميل. يعني مثلا الناس بتوع الفار ايست والناس دول كلهم زمان الشرق الاقصى، يعني اسيا والناس دي، الناس ما كانتش نعرف توصل لها غير بسفر وكده. لا، انت دلوقتي ممكن من مكانك توصل لهم فكرتك، توصل لهم المنتج بتاعك، انت بتعمل ايه، شغلانتك ازاي، الجوده عامله ازاي. وحتى كمان بالنسبه للرخام، لو عاوز يتاكد من الرخام وكده، عشان لازم الرخام الملمس بتاعه بيفرق مع العميل، فبتبعتوا له DHL. الموضوع متبسط عندنا قوي، بس هو اللي يسعى بقى ويجري على الموضوع. وانا شايف ان الدنيا يعني ان شاء الله مفتوحه، والماركت عندنا مفتوح كويس، فشايف ان الرؤيه كويسه يعني بالنسبه للرخام. يا رب ان شاء الله. يمكن مين اتكلم عن شكل التجاره ممكن يبقى اعلى عن طريق خبرات شبابيه. يمكن قال روشته ارشاديه من خلال شاب معانا شغال في احد المصانع في عمليه تصنيع الرخام، ازاي ممكن الشباب يقدروا يوظفوا امكانياتهم علشان خاطر يقدروا يستخدموا قدراتهم بالشكل الامثل اللي هم يعلوا بيه بالتجاره وبالصناعه وبعمليه الاستثمار داخل جمهوريه مصر العربيه، وهذا ما نامله ان شاء الله. انا اتشرفت بيك يا مينا، واتمنى لك كل التوفيق، وباذن الله مزيد من التالق والازدهار باذن الله. شكرا. شكرا. زي ما في الصناعه ديت عمليه اشرافيه وعمليه اداريه مهمه جدا علشان خاطر تطلع بالجوده اللي احنا شايفينها، كمان لازم يكون في عماله مدربه على اعلى مستوى علشان خاطر تطلع المنتج بالشكل اللائق اللي يتم استخدامه سواء كان محليا او على المستوى العالمي كمان في العمليه التصديريه. دلوقتي معانا احد العمال داخل المصنع، هنتعرف عليه ونشوف بقى يعني الشغله اللي هو بيعملها ايه هي بالظبط. نتعرف بيك. هو انا ملاك عطيه، شغال في قسم المعالجه. اهلا وسهلا. ملاك، كلمني عن الشغل اللي انت بتقوم بيه دلوقتي. يعني ايه المعالجه؟ المعالجه اللي احنا الطاولات بتنزل من على المنشار، ونبتدي نعمل لها عمليه تخشين الاول، وبعد كده بنعالجها بحيث ان نقفل فيها اي فتحات. يعني دي تقريبا اول او تاني مرحله. دي ثالث مرحله بعد التخشين وبعد التقطيع. تخشين ومعالجه، وبعد كده تخشين وتلميع تاني. بيتلمع في مكان تاني. بيتلمع، بيخش على طول، اللي هو خط انتاج واحد بيخش على الجلايه على طول. غير العملية الإنتاجية داخل مصانع بالحجم ده وبالقيمة الإنتاجية
اللي احنا شايفينها في عمليه تصنيع الرخام اكيد بتتطلب عمليه اداريه يعني ليها نظم خاصه. هنتعرف على ده من خلال لقائنا مع الاستاذ سمير ظريف وهو مدير المصنع هنا، هنتعرف عليه ونشوف العمليه الانتاجيه بقى بتتم ازاي. اهلا بيك فندم. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ استاذ سمير كلمني عن شغلك وازاي بتدير هذا المصنع بهذا الكم من العماله وهذه يعني الانتاجيه الكبيره والضخمه بالنسبه كمان لحاجات ثقيله، معدات ثقيله ومنتجات ثقيله برضو الرخام والجرانيت. تمام، هو كل قسم من الاقسام بيبقى ليه المشرفين والمديرين بتوعه، وفي الاخر انا بشرف على الادارات الكبيره اللي هي الاداره زي اداره الانتاج او اداره التصدير او اداره المبيعات او اداره المشتريات، بحيث ان الحلقه بتاعه المصنع بالكامل تصب عندنا. جميل. اهم التحديات اللي ممكن تكون بتقابلك اثناء سير العمليه الانتاجيه وازاي انت كمدير للمصنع بتقدر تتغلب عليها؟ هو بعض الاحيان حاجه زي الميه مثلا، وجود الميه هنا احنا بنشتريها رغم ان احنا عرفنا ان المحافظ عمل خطوط ميه هنا اهوت، وباذن الله في فتره قريبه قالوا ان هي هتشتغل. وفي نفس الوقت برضك المواضيع زي مثلا الطرق قالوا ان هم هيسفلتوا برضك الطرق، بس يمكن زي ما حضراتكم وانتم طالعين الطرق مش ممهده شويه. في نفس الوقت العماله، عدم وجود عماله في بعض الاحيان، احنا بنحاول بقدر الامكان بيبقى عندنا عماله بكميات معقوله، لان في اغلبيه الاوقات بنشتغل 24 ساعه، فممكن نبقى محتاجين 3 ورديات شغالين ورا بعض. يعني عدم وجود عماله، يعني يمكن احنا بنقول دلوقتي ممكن الشباب تقدر تتوظف تشتغل، يلا بينا نشتغل بشكل اسرع وشكل كبير، يعني عدم وجود العماله ايه سبب من وجهه نظرك؟ يعني على ما اعتقد زي ما بقول لحضرتك، هو من الجبل يعتبر الطرق بتاعته مش ممهده، وفي نفس الوقت عدم دخول الميه. بس باذن الله لو الحاجات ديت هتبقى موجوده مع الاسعار الحلوه اللي احنا بنديها للناس، هتبقى المواضيع هتبقى كويسه جدا باذن الله. وهيبقى هل الموضوع في بدايه الشغل بيحتاج خبرات مثلا، بيحتاج ان انت، ولا ممكن واحد يكون ما عندوش اي خبرات يقدر يتعلم الشغلانه؟ لا، العماله ممكن اخد عامل ما عندوش اي خبره خالص وابدا ادربه في خلال يومين اسبوع بالكتير اكون مجهزه، لكن الصنايعيه والناس اللي هم موجودين على المكن اوريدي، لا دولت مدربين ومدربين بوقت طويل كمان، مستوى عالي. وفي نفس الوقت في بعض الاحيان بنديهم كورسات بره بحيث ان هم يجوا عندنا هنا هوت ياخدوا تدريب عالي قوي قبل ما يخش على المكنه. يعني ممكن العامل كل ده علشان تجنب مخاطر يعني. طبعا احنا ممكن العامل ذات نفسه نفضل نرقيه لحد ما نوصله صنايعي مع الوقت ومع الخبره، بس في نفس الوقت لازم يكون عنده هو استعداد ان هو يتقبل الموضوع. طب ازاي بيقدر يتحول من الوضع الوظيفي بالنسبه له كعامل الى انه يبقى مهني ويقدر يشتغل على مكنه؟ بتتوقف على حته ذكاء العامل ذات نفسه. لو انا شايف ان العامل دوت ذكي ويقدر يديني ويقدر يفهم بسرعه وفي نفس الوقت يقف على مكنه ويقف على كمبيوتر، بقدر ادخله تدريب لمده معينه، ولو لقيته يجي منه عنده استعداد ان انا ارقيه من عامل لحد ما يبقى صنايعي موجود معايا. ده بيبقى من نظرتك انت كمدير، ولا كمان ايجابياته وهو اللي بيعرض ان هو عاوز يتعلم الشغلانه؟ لا مش من ايجابياته هو، احنا اللي بنشوف الكلام دوت ونشوف اذا كان هو عنده استعداد للموضوع ولا لا. انت عندك عامل ممكن يقعد عندك 10 سنين ويفضل عامل، عندك عامل ممكن يقعد معاك 6 اشهر وانت شايف ان في امكانيات تقدر تخليه ان هو يبقى ممتاز وان يبقى صنايعي كويس. هو ده النجاح، واحنا بنامل ده ان شاء الله. احنا اتشرفنا بيك يا فندم، بتمنى لك التوفيق. شكرا ليك. اهلا بيكم، ونتمنى يعني ان السلبيات اللي موجوده هنا هو تبقى زي الفل، والحته الاسفلت والميه تبقى ممتازه يعني. دايما ان شاء الله. كتر خيرك، في القريب العاجل ان شاء الله. شاكر افضل سعادتك، شكرا لسعادتك.
مشاهدينا الكرام، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده بانتهاء لقاءاتنا من داخل منطقه شقه تعبان، هذه المنطقه الاستثماريه وكمان الصناعيه الكبيره جدا اللي بنشوف فيها كيفيه تصنيع الرخام والجرانيت وازاي كمان بيتم تصديره للخارج علشان نخلق فرص تصديريه كبيره وفرص تجاريه كمان اكبر وفرص للشباب بالنسبه لعمليه التوظيف. خلصت حلقتنا، لكن دايما لينا وعد بلقاءات جديده ومتجدده وكل ما يحدث من جديد في جمهوريه مصر العربيه في برنامجكم حدث في مصر.